السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم غندير معكم هذا الكيك في المول العجيب. تتجي زويونه وتتجي بواحد لاصوص شوكولا رائعه وتذوب في الفم. هانتوما ان شاء الله معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنايا عندي كاس لارب ديال السكر حبيبات، كاس لارب ديال الزيت، كاس ديال الحليب عامر، بيضه، واحد القبصه ديال الملح، وجوج خمارات وفاني وجوج كاكاو وجوج كيسان ديال الدقيق. هنا جبنا واحد هذا فين غادي نخدمو ان شاء الله، واحد البول درنا البيضه ودرنا فاني وكاس ديال السكر وقبصه ديال الملح. صافي غادي نبداو نطربوا الكل جيدا مزيان حتى تذوب معنا سنيده وتيبيض الخليط على هذا الشكل. غنبقاو نزيدو الزيت تدريجيا شويه بشويه على هذا الشكل. هنايا غنزيدو الكاس ديال الحليب ديالنا على هذا الشكل حتى هو بشويه بشويه، وحنا تنحركو تنطربو. انا راهي مزربه الفيديو، تنطربو غير بشويه خلاص صافي حتى تجمع لنا العناصر. هنايا هذا الدقيق ديالي ها هو راني غربلته، وعاد غادي نغربل فوق منه الخمارات النواشف كلهم خلاص. غادي نجيبو الكاكاو ديالنا حتى هو جوج، صافي غنجيب واحد المعلقه وغنخلطوا كلشي على هذا الشكل هكا، وغادي نبداو نزيدو شويه بشويه ما نخوش كلشي وحنا تنضربوا. غنديروها على 3 دفعات بحال هذا الشكل. صافي القوام ديال الكيك تيجي على هذا الشكل. هانتوما ترسموا واحد 8 وكتبقى هكا الفوق ما تتهبطش. هذا هو المول العجيب اللي عندي. غادي دهناه بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نبدا نخوي هكا الخليط. غنبداو نهزو يدينا حتى الفوق شويه صافي، وتنبداو نخبطوها هكا باش يلا تتقاد مع المول كامل. هنا كنت دخلتها الفرن خلاص وطابت من جوج جهات. هنايا عندي واحد من بعد ما خرجت عندي واحد نص كاس ديال الحليب، درت فيه واحد المعلقه ديال هذا بودره ديال الكاكاو، ماشي الكاكاو المر الحلو اللي تيشربوا وليداتنا مع الحليب. صافي غادي نسقيها كامله. هنا عندنا المقادير ديال الكريمه. عندي نص لتر ديال الحليب و17 قطعه ديال البيمو، اي بيمو عندكم. عندي جوج دانيت وجوج فلون شوكولات، وهنا 3 المعالق ديال السكر حبيبات. صافي غادي نجيبو واحد الكاسرونه غنخوي فيها الساشيات ديال الفلون، وهنايا سنيده صافي على هذا الشكل. غادي نحركوهم شويه هكا بمعلقه، وغنجيبو الحليب وغنبقاو نزيدو شويه بشويه وحنا تنحركو. صافي غادي في الاخر غادي نخويو الحليب كامل وغادي نحركو حتى تيذوب معنا شويه السكر وتيتطلق داك الفلون. صافي من بعد غادي نديوه ان شاء الله للبوطه. صافي الكاسرونه ديالنا فوق البوطه تنحركو مزيان، ما تنوقفوش على التحريك ضروري. هنايا هي بدات قربات تغلي صافي غير تجي فيها هكا الغليه تنحيدوها فوق البوطه. هنا جبت الخلاط الكهربائي ديالي فتت فيه داك البيمو على هذا الشكل. غادي نزيدو دانيت ديالنا بالشكلاط، غنزيدوهم بجوج على هذا الشكل هكا. وداك الخليط ديال الفرو غنخويو فوق هذاك الشيء هكا هو سخون باقي سخون. صافي غادي نخلطو مزيان وغنجيبو الكيكه ديالنا وغادي نخويوها في الوسط داك الكريمه. صافي من بعد غادي نديروها هكا تبرد شويه. هنا غنجيب واحد الطريفات ديال الشكلاط على هذا الشكل، غادي ندوبوهم في بان ماغي. عندي هنايا واحد نص كاس ديال الحليب سخون حتى هو سخنته، بديت تندوب داك الشكلاط هكا معاه. نبداو نحركو هكا بالخف، واخا يتكور شويه ماشي مشكل
حنا تنزيدو الحليب وهو تندوبو فيه باش ندهنو جنيبات. صافي هنايا غادي نكمل على هذا الشكل. هنايا عندي واحد شويه كاوكاو محمراه ومهرمشاه، خلطته مع داك شويه الشكلاط. هاد لاصوص هادي غادي ندهنو بها الجنيبات هانتوما على هاد الشكل. انا بالعين زدت فيه شويه الحليب باش يجي ديك هذا ما يكرمش معنا الشكلاط في الجناب، يجي يبقى هكا دايب شويه. صافي غنمشي معها كلها في الجنيبات هكا غنزوقها به. وها هي من بعد ما دردرنا فوق منها واحد شويه ديال الشكلاط هكا بودر حلو، وتنقطعوها وتتجي على هذا الشكل، وتتجي غزاله ورائعه صراحه ما تشبعوش منها. وتنتمنىكم ان شاء الله ما تنساونيش من لايكات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.